حياكم الله، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. فيديو جديد ان شاء الله راح ينال اعجابكم. قبل لا نفوت للفيديو صلاة على محمد وآل محمد ولايك واشتراك بالقناة. طبعا يوم الفيديو مالنا اكثر العالم قاعد تعاني من مشكلة انطفاء الماطور. فجأة الماطور ينطفي عندهم، شنو السبب؟ طبعا انا منوه فيديوهات سابقة انه لا تشترون، نصيحة لا تشترون اي شغلة للبيت شغلة عادي، هاي بغض النظر عن السعر. وطبعا انا نشرت فيديوهات سابقة وهواي جتني تعليقات سلبية، اكو بيهم ما عندهم وما اعرف شنو هاي الحكي، فانا مالي شغل بهذا الحكي. انا قاعد احكي كنصيحة انه تشترون حاجة اصلية، وما تردون اني انصحكم تشترون حاجة عادية. فالنصيحة تشترون حاجة اصلية. ليش؟ طبعا الشغلة العادية من راح تشتريها راح ترجع تشتري مرة وثانية وثالثة. ليش؟ لان عادية راح تحترق عندكم، اما الاصلية لا، راح تطول عندك فترة طويلة. المهم، فهسه المشكلة اللي يعاني من هذا الماطور هو انطفاء الماطور فجأة. اجيت اني خليته بالكهرباء، هاي اذا تشوفون هسه اشتغل القلوب، بس شنو هو الماطور ما بي ولا ونه. شنو السبب؟ يعني معناته طبعا اذا ما يشتغل القلوب نفتح، انا فتحت البلاك شفت الفيوز ما بي شيء. بعدين شو تسوي؟ تفتح هذن القباقة، تفحص الواير اذا كان بقطع او لا. طبعا اني اول ما شفت الواير شفت هذا الواير يابس يعني فافون، ف100% قلت انقطاع بالواير. فتحت هذا الربط، فتحته شكلته واير على واير بالسريس، طلع عندي قطع بالواير. جيت فتحت التيب شفت المشكلة هاي قدامكم، هاي اذا تلاحظونها شوفوا كمية الكربون الصاير على الواير. طبعا هذا ما بي قطع، بس يعني جاي يصير بي قطع. اذا تشوفون شوف الواير ايش صاير بي. هنا ما صاير بي قطع، صاير قطع وين؟ بالواير الثاني. شوفوا هذا الواير، شوفوا كمية الكربون الصايرة بالواير. حتى من نقلكم لا تشترون شغلة عادية، تاخذون النصيحة. شوفوا طبعا انا جاني صاحب الماطور قال لي يمكن محترق، وانا ذاك اليوم اشتريته. راعوا، وهذا صاير بقطع. شوفوا كمية الكربون صاير تراب. هسه من نفحص هذا الماطور راح يشتغل. القطع صاير بهذا الواير، شوفوا. فنصيحة تشترون الشيء الأصلي. هسه الواير خاصة الوايرات لا تشترون فافون، هو طبعا النحاس وقاعد ما يجد، فاشحال الفافون. فالأتمنى من يمكم لا تشترون شيء عادي. طبعا بس حبيت اوضح لكم بهذا الفيديو. لا تنسون لايك واشتراك بالقناة، واتمنى شيء بسيط قاعد اقدمه لكم بالقناة تستفادون من يمه. شكرا لكم جزيل الشكر، اخوكم ميثم الموسوي.